فالحقيقة قال هذا اللي قدرني ب1000 ريال الآن، فأنا مستعد إني أخدمه وأخدم هذا النادي اللي هو ينتمي له. أيضا أقول لك الكابتن فهد المفرج، كلمت والده، جاني عدد من الإخوان، منهم واحد اسمه العتيبي من أشبال، مدير كرة أو قريب من مديرة الكرة في الأشبال، جزاه الله خير. وجاني عدد من الإخوان كثير، قالوا أن فهد المفرج له مستقبل، وأن والده وأخشى أن يروح مع أخوه لنادي الرياض ويضيع مستقبل هاللاعب الفذ الصغير. والله قلت جيبوه لي، جابوه لي طول الله عمرك. فيه الجريسي أيضا جزاه الله خير، جابه لي في البيت وقال هذا هو فهد بن عبد الله. كلمت والده، صداقتي مع والده أيضا، هو أيضا فرد برضو في نادي النجمة. شوف الصدف، لا أبو سامي ولا أبو المفرج كلهم من نادي النجمة، مشجعين لنادي النجمة، ذيك الحين نجمة الرياض. فلما جاء فهد قلت له يا ابني وش اللي تطلب أنت؟ وليش أنت بتروح الرياض؟ إذا كان ميول وتبغى الرياض فأنا أقول لك رح للرياض وأشجعك على رحلة الرياض، ما دام ميول وما دام أنت راغب في الرياض. أما إذا كان بس عواطف أخوك وعواطف آخرين وأنت هلالي الأصل والميول، فبكرة لا سمح الله تندم إذا سجلت، ويكفي الرياض أخوك إبراهيم. فقال إن الرياض أعطوني 5000 ريال. قلت المسألة مين مسألة 5000 ريال، المسألة مسألة مبدأ، أنت تبغى الهلال ولا لا؟ قال أبغى الهلال، لكن لابد لي مواصلات، لابد لي من شيء يميزني. قلت له هذه 6000 ريال الآن خذها مني أنا وروح وشاور نفسك، وإن بغيت تسجل في الرياض برضو تراها لك مني أنا إذا كانك ترغب الرياض. كلمت والده قال لا والله هو هلالي ويبغى الهلال، وأيضا إبراهيم هلالي وجاكم في الهلال، ولكن كان طلب تصغير سنه أو طلب من الداخلية تصغير سنه لأنه يبغى يلعب في الأشبال أو شيء من هذا القبيل. قلت له يا ولدي إحنا منا بداخلية ولا نستطيع أن نصغر سن ولا نطلب، بتلعب العب الآن شبه سنة وبتطلع وأنت لك مستقبل يا إبراهيم. قال لا أنا أبغى أروح لنادي آخر، طالبيني الشباب والنصر والرياض وأنا ميولي إن شاء الله للرياض. قلت على بركة الله والله يوفقك إن شاء الله، لأني أنا ما أحرص على واحد ما يبغى الهلال 100%. فهد قام كلم أبوه بالتلفون من عندي، قال أبوه خذ مشورة والدك عبد الرحمن واعتبره أبوك. كلمني والده قال تراه ولدك وترى أمانة، مثل ما قال نفس الكلام اللي قاله عبد الله الجابر أبو سامي. والحمد لله، وهذه حياتنا الرياضية، وهذا مبدأنا مع النادي ومن أسس النادي إلى يوم كذا. والحمد لله، أولا هناك التقدير والمحبة للآخرين والولاء لهذا النادي والإخلاص، وأنا أحب اللاعب اللي عنده ولاء. الحمد لله شباب الهلال الآن يلعبوا فيه والمميزين بولاء وبأخلاق وبسلوكيات وبمبدأ يعني المبدأ الهلالي اللي هو الولاء. إذا لعب اللاعب كانوا يلعب عن نفرين أو عن 3، وهكذا على كل حال. أبو مساعد مبارك عبد الكريم، صحيح أنه باع منجرته تقديرا وحبا للهلال؟ ما هو صحيح، ومع الأسف أنه بالغ الناس كثير في هذا الموضوع. أولا مبارك عبد الكريم ما عنده منجرة، شريك لواحد يسمونها الطبيلة أو في مكان الطبيلة ذيك الحين، شريك له، ومبارك بخير وبنعمة كان ذيك الأيام ماديا، ولكن عايش على الهلاليين وأنا واحد منهم. وأنا مربي مبارك، أولا ساكن عندي في البيت، وثانيا أنه ما أخلي عليه قاصر ماديا أو معنويا أو أي شيء آخر. حدثنا عن إخلاصه وشك في نيته. ولاءه للهلال لا يشك فيه، ولاءه لي أنا شخصيا أيضا، لأني أنا عندما جاء له دعوة وطلب من شخصية رياضية كبيرة جدا جدا وأعطاه الشيك
أرسلوا له شيك مفتوح وموقع على أحد البنوك وأظن الأهلي، وقالوا له إن هذا الشيك عندك، وقع، حط الرقم اللي تبغاه وانتقل للنادي. قال أنا لا أبيع ابن سعيد بالمادة ولا أبيع الهلال بالفلوس، مستحيل. ابن سعيد أبوي وأمي وهو البيت اللي رباني، ولا يمكن أبيع بالمادة. جو قال لي ترى جاني فلان ومعه الشيك، وقلت له إذا كان الشيك بيفيدك وأنت تستطيع أنك تستفيد وكذا، وبكرة مقابل زواج وعندك كذا، قال لا لن أبيعك أبدا. أكبرتها فيه الحقيقة، وأخلصت له كما أخلص لي أيضا ولنادي الهلال. واللي ما يخلص نادي الهلال طبعا أنا ما أخلص له، مستحيل، ولا مبارك ولا غيره، ولكنه مخلص. لكن كلمة المنجر أنا أشوفها تكررت على مسامع وعلى صحافة وعلى تلفزيونات، وأنا لا أتصور هذا الصحيح ولا أعتقد الصحيح، وهو من الخيال. أولا مبارك لو طلب منه ما هو مقصر، لكن أنا ما قصرت على أحد، ما قصرت على النادي ذيك الحين عشان مبارك يبيع مجرته. أنا أكلهم كلهم ما أتغدى لهم معي اللاعبين نفسهم في بيتي. أيضا لو طلب مني مال للاعب أو لنادي أو أجرة نادي ما قصرت عليها، ولو هذا نقص في إدارة نادي الهلال الموجودة، وكان معنا إدارة كويسة وحماسية وممتازة، من ضمنهم الأخ ناصر بن جريد، الأخ محمد بن غشيان، الأخ محمد بن صبيح، الأخ فهد بن شعيل، الأخ عبد الرحمن بن شعيل، وهذا رجل محترم جدا. هل صحيح أنه شق في نيته مبارك عبد الكريم حبا وإخلاصا للهلال؟ نعم، في مباراة الاتحاد، مباراة ودية بين الهلال والاتحاد في عام 82، عندما تلاطم أو دخل كندا على نبيل في مباراة، في وجاء من هذا التلاحم بين اللاعبين الاثنين هدف جاء من بينهم، هدف جاء أعتقد عمر رجخان قبل ينتقل للأهلي، كان في الاتحاد، كان من شباب الاتحاد وأشباله، وكان مدفع جيل الأهلي فيما بعد. هذا اللاعب ثروة كان، فاللي حصل أنه جاب هدف من بينهم عندما أخطأوا التقدير، فطلعوا الاثنين مع بعض، فاصطدم الاثنين بالرأس وسقطا على الأرض، وكان واحد منهم يشجع رأسه طلع دم منه. فمبارك زعل من هذا التصرف، الاثنين دخولهم على بعض، ومزع فلينته. فمن الإخلاص والحماس أمام الجمهور واللاعبين، والملعب مليان، وكل الملعب اتحاد كان في ذلك الوقت، لأن في جدة لاعبين، فقالوا شق الفلين يا مبارك، ولا يتميز في اللعب إلا إذا قال الجمهور شق الفلين، لأنه يتحمس كثير الحمد لله على كل حال. الحمد لله. أخيرا يا أبو مساعد، العصر الذهبي للهلال، هل هو أيام مبارك عبد الكريم وسلطان بن مناحي، أم عصر عبد الله بن عمر ومحسن بخيت، أم عصر صالح النعيمة وفهد المصيبيح، أم عصر الآن يوسف الثنيان وسامي الجابر؟ الهلال كلها عصور ذهبية، من بدأ من 77 إلى يوم كذا وهو عصر ذهبي. لم يخب. أولا أنه لم يهبط يوم من الأيام كما بعض الأندية هبطت، أيضا من يوم أسسه من الدرجة الممتازة، أيضا فيه نماذج إدارية وأعضاء شرف كبار جدا جدا جدا، لا يمكن ذكر أسمائهم الآن لأنهم مسكوا مناصب كبيرة جدا، وأصبح الآن الأندية كلها سواسية عندهم. لكن في الماضي، منذ عام 77 78 إلى بدأت الرياضة، إذا بدأت الرسميات أقصد المباريات والرسميات والتسجيل الرسمي في عام 80 إلى يومنا هذا، والهلال في تطور، وكل عام يكون أفضل من العام الماضي، وفي نجوم متلألئة. الأعوام الأخيرة هذه في أكثر، لأن النجوم تكثر بتواجد وجود المدرسة اللي أسسها الأمير بندر بن محمد
الأمير بندر محمد جزاه الله خير. الهلاليين لا ينسوا فضله، كما لا ينسوا فضل أعضاء الشرف الآخرين، ولكنه تميز بافتتاح المدرسة اللي هي أنجبت الرعيل الماضي والحاضر، وإن شاء الله إلى المستقبل، لأنها استمرت كثير وإلى اليوم تبناها الأمير فيصل بن سلطان وكلهم